لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي في ضيافة الرحمن. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم كل ليلة من ليالي رمضان المبارك. هذه الليلة هي ليلة 24 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 من الهجرة النبوية. في فاتحة هذه الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين أن يجعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار، وأن يعفو عنا سبحانه إنه عفو كريم. نستضيف في هذه الحلقة اسمين جليلين من أسماء ربنا سبحانه وتعالى: العزيز الحميد والعزيز الغفور والعزيز الغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفتح علينا وعلى مشايخنا. أستضيف باسمكم جميعا الشيخين الجليلين، فضيلة الشيخ حسن سلمان الداعية المعروف، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله. وأقول سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في مقدمة هذا الاسم أو هذين الاسمين الجليلين الطيبين العزيز الحميد ورد في القرآن الكريم في 3 مواضع. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم آية 1. وفي سورة سبأ آية 6 قال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وفي سورة البروج آية 8 قال سبحانه: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أبدأ الحوار فضيلة الشيخ حسن سلمان. معنى عام عن اسم الله تبارك وتعالى العزيز، وقد مر بنا كثيرا، ثم معنى تفصيليا عن الحميد سبحانه وتعالى، ثم نسمع بعد ذلك تعليقكم العام على هذه الآيات الثلاثة على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. موضوع الحمد أو موضوع الحميد وارتباطه بالعزيز. العزيز تكلمنا فيها كثيرا، ولكن كما تفضلت هي مقترنة الآن مع اسم الله عز وجل الحميد. الحميد هي فعيل بمعنى مفعول، لأن الله سبحانه وتعالى حميد بمعنى محمود، أي هو صاحب الحمد والمستحق له جل جلاله. والحمد هو الثناء على صاحب الإنعام، سواء أنعم أو لم ينعم، فهو مستحق للحمد بغض النظر أنعم أو لم ينعم. وبطبيعة الحال يكون مستحقا إذا أنعم وأكرم سبحانه جل جلاله. سبحانه. وهنا تأتي قضية الفرق بين الحمد وبين الشكر. الشكر
غالبا يكون في مقابل نعمة، والحمد لا يلزم. فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للحمد والثناء بغض النظر عن أنه أنعم عليك أو لم ينعم عليك، فهو صاحب الحمد جل جلاله. ونلاحظ أن مسألة الحمد والثناء الله عز وجل مستحق لها باعتباره هو الله جل جلاله، سبحانه. كونه الله، كونه الخالق، سبحانه. كونه المحيي، كونه المميت، فالله جل جلاله باعتبار هو الله، هو الملك، هو الديان، فهو مستحق للحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى في صباحنا وفي مسائنا. فكيف هنا تأتي قضية العزيز الحمد، كيف إذا كان أنعم، إذا كان هو مستحق وصاحب الثناء وصاحب الحمد دون أن ينعم، فكيف وقد أنعم؟ هنا تأتي اللطيفة بالعزيز الحميد. لذلك تلاحظ في الآيات التي تليت مرتبطة مسألة الحميد هذا المحمود مرتبطة بتنزيل الكتاب، وهي أعظم نعمة. ليست هنالك نعمة توازي نعمة نزول الكتاب، لأن النعم الأخرى كلها تكاد تكون إذا لم ينزل الله تبارك وتعالى وحيه فيذهب الناس من الضلال إلى الهدى ومن الظلام إلى النور ومن النار إلى الجنة، لما كان هنالك ثمة فائدة من كل النعم الأخرى، لكانت كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأشقى أهل الأرض فيغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ ويقال لمن غمس في النار: هل رأيت نعيما قط؟ فإذا أنت هنا نلاحظ بأن الحميد مرتبطة بنزول الكتاب. ألف لام ميم، ألف لام را، كتاب، أيوه، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هنا لاحظ شيخنا لو نظرنا إلى مسألة الحمد لله في كتاب الله سبحانه وتعالى، وردت تقريبا في عدة آيات تفتتح بها السور، وفي عدة آيات كذلك تختتم بها المواقف. فمثلا افتتح الكتاب العزيز بالحمد لله رب العالمين، نعم، فكتاب الله عز وجل افتتح بالحمد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم. الكهف: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والحمد بالآخرة وهو الحكيم الخبير. نعم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هذه 5. نعم. لو تأملت سبحان الله كل قضايا الحمد هذه ستلاحظ إما أنها إنعام من الله عز وجل على عباده في دائرة الخلق، خلق الظلمات والنور، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وإما أنها مرتبطة بالكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فتلاحظ بأن هنا حتى نعود إلى اسم اليوم العزيز الحميد. نحن قلنا بأن مسألة العزة ارتباطها بالكتاب واضح، فيه الإعجاز وفيه الإخضاع، وأن هذا الكتاب ستظل البشرية كلها عاجزة أمامه أن تأتي بمثله. جميل. عزة الله سبحانه وتعالى جميل. من هذا الوجه ارتباطها به. وفي نفس الوقت أيضا هذه النعمة، نعمة إنزال الكتاب، تستحق الحمد لله رب العالمين. فأنت عندما يرتبط الاسمان بهذه الصورة: العزيز الحميد، العزيز في إعجازه، في قدرته جل جلاله، في إخضاعه للناس في أن يأتوا بمثل هذا الكتاب، وفي نفس الوقت هذه النعمة عليكم أن تحمدوا الله عليها، وسائر النعم كذلك، نعمة الخلق، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، كلها تتطلب منكم أن الله يكون هو المحمود. فتح الله عليك، كلام جميل. طيب أكمل تعليقك أيضا على آية 7: ويرى الذين أوتوا العلم. نعم. الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. نعم. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. نعم. ما الرابط هنا أيضا؟ إنزال الكتاب. إنزال الكتاب، وشهادة أيضا شهادة أهل العلم على أن هذا المنزل من الله سبحانه وتعالى عند التجرد هو الحق. يعني عندما يتجرد هؤلاء، هنا لاحظ الله سبحانه يشهد أهل العلم الذين ينظرون إلى حقائق الأشياء وينظرون إليها بنور البصيرة، بعيدا عن الأهواء الخاصة وبعيدا عن الميولات الخاصة. هؤلاء يشهدون أن هذا الكتاب حق،
كما كنا قد تحدثنا من قبل في آية الإسراء اللي هي فيها الخضوع لله سبحانه وتعالى. فهنا على كل في شهادة أهل العلم، وفيها أيضا مرتبطة بمسألة الكتاب أنه هو إيه؟ هو الحق ويهدي. جميل. ارتباطها بالكتاب واضح. نعم. لكن ارتباطها بأهل العلم، هل مثلا أن الله عز وجل يستحق الحمد لأنه هو الذي هدى إلى صراط العزيز الحميد؟ لأن هؤلاء الذين هدى إلى الصراط فيكون محمودا نعم على هدايته ولأن لولا هداية الله نعم لما اهتدى هؤلاء العلماء. صحيح. نعم. يعني صحيح. شوف العلم الذي يعني يتمتعون به هو فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. صحيح. ولذلك يوصف ربنا تبارك وتعالى بأنه العزيز الحميد. نعم. إذن ويرى الذين أوتوا العلم، الله يجعلنا وإياكم اللهم منهم، آمين يا رب. الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. نعم. طيب إحنا عارفين أن الله عز وجل كتابه حق، لكن كون هؤلاء يأتون ويرون هذه الشهادة الكبرى، معناته هناك كأنه لفت بأن هؤلاء العلماء الذين هم من البشر أمثالكم لأنهم اطلعوا على حقائق، هم شهدوا بأن هذا الكتاب الحق، ألا تشهدون أنتم أيضا؟ أي نعم. مثل كقوله تعالى أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. نعم. سبحان الله. يعني كأن الله عاتب بني إسرائيل أن من علمائكم من شهد وشهد شهادة الحق. أنا كأني والله أعلم ألمس من هذه الآية الكريمة ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هو المقصود بهذا من؟ لأن عندك آية الشهادة العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك. من هو الذي أنزل إليه؟ الذي أنزل إليك الكتاب. من المقصود؟ من الذي أنزل عليه الكتاب؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من هم هؤلاء العلماء؟ أمة محمد. هنا يعني خصها بأهل العلم. أي نعم. شايف؟ فهؤلاء العلماء، أنا في تصوري ربما أكون مخطئ في هذا، أن العلماء الربانيين من بني إسرائيل شهدوا بأن هذا الكتاب الذي أنزل على رسول الله عليه وسلم أنه الحق. عندك عبد الله بن سلام ومن كان على شاكلته غالبا. فأنا هذا تصوري أنا هي لأهل نعم مثل أهل الذكر أي. وأهل الكتاب والذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا العلم. نعم. فهي فعلا علماء بني إسرائيل الذين آتاهم. المفسرون قد يكونوا قالوا هذا، لكن هنا الآن المختصر في التفسير يقول يشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أيوة. الذي أنزله الله إليك من الوحي الحمد لله أنهم دخلوا هو الحق الذي لا وهو أنا لماذا أقول هذا هو الأقوى. لا هذا هو الأقوى. شهادة الصحابة والله أعلم في هذا المكان يصعب أن تستشهد بها. الآية عامة يا جماعة، لا بأس. لا أنا ما عندي مشكلة يا شيخ برهان. أنا ليس عندي إشكال في هذا. نعم. أنا أقول من يستشهد بعلمهم الآن في هذا الصحابة هم مؤمنون برسول الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. لكن هؤلاء الذين يحملون علم أهل الكتاب، علم التوراة وربما علم الإنجيل، كونهم يشهدون على أن هذا الذي أنزل على رسول الله عليه وسلم هو الحق، هذا هو. هنا يعني هنا تقوم الحجة. الأمر أقوى. نعم. ولأنك تعرف أن البشارة برسول الله عليه وسلم وما شابه كله موجود في التوراة وفي الإنجيل. من ضل أخفى هذا الأمر، ومن اهتدى بين وشهد بهذا الحق. فلذا أنا ما عندي مشكلة. الصحابة لا نستطيع أن ننفي هذا. لحظة. الصحابة يسمون أوتوا العلم بعد نزول الكتاب لا قبله. يعني ما هو الآية واضحة. الصحابة يعني كيف يسمى أوتى الكتاب ولم يؤتاه؟ ويرى الذين أوتوا العلم ما قال أوتوا الكتاب. أوتوا العلم. العلم أوتوا العلم. كيف يسمى أوتوا العلم ولم يؤتاه أصلا؟ ما هي الآية هذه عامة، فقد يكون أوتي علم فلك، قد يكون أوتي علوم الدنيا، قد يكون أيوة. لا هي صحيح. أنا معك. أنا معك. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أبدا. أنا أتفق معك. لأن هناك أدلة أخرى
ذكرت هذا الموضوع في قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا صريح بما ذكرت، آية واضحة في الاستشهاد. أنا لا أستشكل أن الصحابة رضي الله عنهم علماء وشهدوا بهذا، لا أستشكل هذا. أنا أريد أن أقرب الأمر أن في وجهة نظري أنا وليس عن علم أن شهادة علماء أهل الكتاب أقوى في هذا الأمر، في الموطن هذا. وأنا أقول هي للثلاثة: علماء الصحابة وعلماء أهل الكتاب والعلماء الذين يأتون بعدهم إلى قيام الساعة. كل عالم متجرد عن الهوى أوتي علما من علوم الدنيا أو من علوم الشريعة فوقف على كنوز هذا الكتاب يقول أن هذا هو الحق. لا بأس. هذه الآية إلى قيام الساعة من حيث مضيها إلى صح. نعم. صحيح كلامك صحيح. هذا هو صح. لذلك جعلها الله هكذا. لكن فيما يتعلق ببني إسرائيل صرح ربنا، هذه في سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، وعبد الله بن سلام، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. علماء أهل الكتاب داخلين ولا مو داخلين؟ لا من أول أنا أقول داخلين ما أنفي، لكن أنا أقول الآية عامة. لا بأس. خير إن شاء الله. لسه ما شبعت، أجيب لكم آية الشعراء أيضا. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آية أن يعلمه. على كل حال الحميد من الأسماء السلسة الجميلة. شوف قال لك: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، يعني الكتب الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كلام جميل وكلام سياقه وسباقه واضح في أن الله يستدل بعلماء بني إسرائيل في زبر الأول. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا كلام واضح. أما آيتنا الآية التي نحن فيها العزيز الحميد هي يدخل فيها هذا بلا شك، ولكنها أيضا تعني كل عالم من أوتي علما يصل إلى الحقيقة تشهد للكتاب. نعم. هذا عام ما في كلام. الله أعلم. قبلنا. طيب. هذا النقاش جميل ويثري حقيقة ويجعل هناك يعني من خلال اختلاف وجهات النظر تخرج كنوز. طيب قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تعليقكم شيخ محمد؟ بطبيعة الحال العزيز الحميد من الأسماء المتجاورة بين العزيز والحميد. هنا في قصة أصحاب الأخدود الله جل وعلا يحكي ما حصل في هذا البلد من ابتلاء لهؤلاء المؤمنين، ثم ذكر سبحانه وتعالى السبب الذي جعل هؤلاء يحرقون هؤلاء المؤمنين، فقال: وما نقموا منهم، يعني ما كان لهم مأخذ عليهم إلا أنهم كانوا مؤمنين بالله العزيز الحميد. العزيز الحميد العزيز القوي الذي يستطيع أن يأخذ حق هؤلاء ويستطيع يبطش بهؤلاء الذين اصطلوا هؤلاء المؤمنين بالعذاب. الحميد أنا في هذه الآية، لولا أن الشيخ حسن قال أن المقصود به المحمود، ولكن يعني ممكن أن نأتي بها على الوجه، لأننا ذكرنا قبل فترة أن الله عزيز حميد
أي أن عاقبة هؤلاء ستكون عاقبة حميدة. الله، هذا واحد. الله أكبر. ثانيا، وهو المقصود هنا. أيوه، ثانيا بمعنى محمود أي أن ما سيؤول إليه أمرهم بعد أن ينتهوا من دار الفناء، فالله عز وجل محمود على ما سيؤول إليه أمرهم من دخولهم للجنة. ومما لا شك فيه، انظر في حمدنا للبشر، الإنسان تحمده من جهة وتأخذ عليه من جهة، ولكن الله جل وعلا محمود على كل حال، من كل الوجوه، من كل الأوجه سبحانه. ولذلك كان من الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا استحدثت لديك نعمة أن تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله الله. وإذا أصبت بمكروه تقول الحمد لله على كل حال. فالله جل وعلا محمود على كل حال. لماذا؟ قد يقول طيب أنا الآن أصبت بمصيبة وأصبت برزية، فكيف أحمد الله؟ نعم ستحمد الله عز وجل، لأن الله جل وعلا ما ابتلاك إلا لأجل أن يرفعك، وما ابتلاك إلا لأجل أن يمحصك، وما ابتلاك إلا لرفع درجتك. ولذلك انظر، فعاقبة ابتلاءك نعم حميدة بالنسبة لك، نعم، خاصة يوم القيامة. وانظر إلى أحب الخلق إلى الله جل وعلا كيف كان ابتلاؤهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. سبحان الله. معليش فاصل ونواصل. يحكي لي أحد الإخوة يقول كنت مبتعثا للدعوة إلى الله في روسيا، إريتري. يقول وفي روسيا وأنا هناك وحيدا فريدا فقدت جوازي. يقول فاغتممت، يعني لم أغتم لها قبلها ولا بعدها لكوني وحيد وفريد. نعم. يقول وكان الجواز جواز أثيوبي. فحصل سبحان الله أني أنا لابد من استخراج جواز جديد، وفي روسيا لا يوجد سفارة لأثيوبيا في ذلك الوقت، فاضطريت أذهب إلى دولة أقرب، ومن ثم رفعنا خطاب إلى وزارة الخارجية الأثيوبية، وهناك كذا. المهم بطريقة أو بأخرى أرسلوا لي خطاب إلى السفارة تأكدوا هل هذا فعلا جنسيته أثيوبي، فقالوا نعم، ورفعوا تقرير فسافروا وزارة الخارجية. هذا التقرير يقول على أني أنا أثيوبي أبا عن جد، وهو إريتري. لما حصل خلاف ما بين أريتريا وأثيوبيا وسحبوا كل جوازات الإريتريين، أبقوا على جوازه. هذا الرجل قال له أنت إريتري ولا أثيوبي؟ قال لا أنا أثيوبي أبا عن جد، ابحث. قال فرجعوا إلى ملف وزارة الخارجية ووجدوه موجود هذا التقرير فيه، فأعطوه جوازه. يقول فحمدت الله أن تلك الفترة التي ضاع فيها جوازي من أجل أن ينجيني في هذه الفترة. وهكذا أقدار الله عز وجل. ربما الآن لا تتبين لك أنها في صالحك، لكن في نهاية المطاف أنت ستحمد الله تبارك وتعالى عليها. نعم. وانظر إلى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. ما تراه ظاهرا هو شر، ولكن في باطن هذا الشر خير أنت لا تعلمه. ولذلك المتأمل لآيات سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر سيعلم أن ما ظاهره شر يحتوي في باطنه خير، ولكننا في كثير من الأحوال لا ندرك هذا. ولربما يصيبنا شر معين فيما يظهر لنا، ثم بعد فترة يكون هذا الذي اعتقدنا أنه شر كان هو سبب لخيرية ما كنا ندركها. على سبيل المثال يذكرون في القصص أن رجلا كان يعني قد حجز تذكرة طيران للسفر، ونبه والدته أن توقظه في الساعة الفلانية لأنه سيسافر، فنسيت والدته فأيقظته متأخرا،
فاستيقظ فقال: فلام يا أمي لماذا لم توقظيني وما شابه ذلك. فيكتشفون أن هذه الرحلة جميع من فيها سقطت بهم الطائرة وماتوا، وهو سبحان الله بقي. فسبحان الله يعني، فلا بد أن ندرك هذا الأمر. ولذلك باعتقاد جازم نحمد الله جل وعلا على كل حال. ولذلك ما يقال، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ينبه يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هكذا يقول، لأن هذا مشعر بالاعتراض. لكن الصحيح ما ورد في السنة أن تقول الحمد لله على كل حال، لأن الله جل وعلا محمود على كل حال. فبالتالي ندرك هنا أن الله جل وعلا حمده ليس من جهة ونترك جهة أخرى، إنما يحمد على كل حال وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. طيب شوف الآن هنا عندي أنا مفرد الحميد لوحده من غير العزيز. قبل ما تتجاوز الآية وما نقموا منهم، بس في ملاحظتين. الملاحظة الأولى ارتباط العزة العزيز الحميد بحالة أولئك الشهداء الذين قتلوا جميعا في بواسطة الأخدود، وهي طبعا أول ظاهرة يهودية على وجه الأرض يمارس فيها اليهود عملية الحرق والإبادة الجماعية كما يمارسونها الآن. مارسوها على النصارى والآن يمارسونها على أهل الإسلام. لكن لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل ارتباط هذه المجموعة وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليش بس العزيز الحميد؟ لأن هذا الموقف، موقف الإقدام على الشهادة والتضحية والرضا بما كتب الله سبحانه حتى النهاية، هذا يتطلب عزة، لا يتطلب انكسار ولا فالذي يرتبط بالعزيز يذهب في هذا الأمر إلى نهاياته. وفعلا هذا الذي حصل منهم، ولم يستسلم منهم أحد، حتى من فكرت بأنه والله تحاول أن تتردد رأينا كيف أن طفلها اعترض عليها. فارتباط الاسم كان له أثر كبير جدا بالنسبة يعني كأنك تقول أن الله سبحانه وتعالى بما أنه عزيز أعزهم وثبتهم وقواهم. نعم، لم يهزموا أمام عدوهم ولم ينكسروا ولم يظهر عليهم بأنه والله، لأنه في هذه اللحظة لو انكسر هؤلاء لشعر هذا الطاغية بأنه تغلب عليهم. لكن هؤلاء ماتوا دون عقيدتهم خلاص. وليس هنالك أعظم عند كل البشرية من يضحي بنفسه في سبيل ما آمن به. هذه العزة، بطل. الأمر الثاني حتى الأعداء تضرب له تحية. أحسنت. الأمر الثاني ربما يقول بعض البسطاء بأن هؤلاء دراويش ما فهموا القضية، لو أنهم والله استخدموا الرخص وكذا لكان عاقبة أمرهم بخلاف. الله قال لك لا، هذا الفعل حميد أو محمود وعند الله سبحانه وتعالى عاقبته إيه؟ عاقبته حميدة. فهذه واحدة. النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية، ربما قائل يقول والله لماذا لم ينصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء المساكين؟ هذا سؤال الآن للأسف الشديد يطرح. صحيح. أين الله من أهل غزة؟ فهل ما يجري لأن الله عاجز أن يفعل في هؤلاء الطغاة ما يريد؟ أم أن الله سبحانه وتعالى يجري في كونه ما يريد؟ يجري في كونه ما يريد ليس عجزا منه، ولكنه قادر على أن يفعل ولا يفعل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ما الحكمة؟ الحكمة أن الله سبحانه وتعالى سيرفع أناس ويضع آخرين. بهذا يعني الفعل نفسه كأنه يريد إهلاك نعم هؤلاء الذين عذبوا. طبيعة الحال أن العقوبة ستحل عليهم بعد أن يقعوا في جريمتهم. يعني شوف، إذا أراد الله بقوم هلاك نعم. لا يمكن يهلكهم هكذا ولم يرتكبوا الجرم أصلا. أيوة، لم يرتكبوا الجرم، فإذا ارتكبوا الجرم وقعت الجريمة على منهج. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها. نعم. إذن هؤلاء يعني
قطعت حديث بس أنا متفاعل معك. الله يعني كلام جميل. نعم. كلام جميل هذا. نعم. فهذه يعني فيها تنبيه بأن الله سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولو أراد أن يأخذهم حتى قبل وقوع جريمتهم لأخذهم، ولكن حكمته تقتضي أن تتجلى وتتمظهر أفعالهم ليكون يوم القيامة أن والله ربما يقولون والله ما فعل. أيوة. وتأكيدا لكلامك، نعم. ما يشير إلى صحة كلامك يا شيخ حسن، نعم. أن الله قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا. أحسنت. ثم لم يتوبوا. نعم. فلهم عذاب يعني ترى أنا شايفكم وما تفعلونه في المجرمين هؤلاء أنتم تستحقون العقوبة. نعم. نعم. توبوا قبل أن تنزل عليكم العقوبة. الله أكبر. كأن سبحان الله. شيخ برهان، تظل أسماء الله سبحانه وتعالى تتفاعل في كل السلوك البشري. لاحظ هؤلاء يرتكبون الجريمة وقتلوا أولياءه وأحباءه، ومع ذلك يقول لهم ثم لم يتوبوا. في فرصة للتوبة. فكأن الله سبحانه وتعالى كما يريد أن تعمل اسمه العزيز يريد أن يعمل اسمه التواب أيضا. هذه تعمل. وأنت الذي استشهدت، نعم. آتاك الله الجنة. أيوة. خلاص انتهى موضوعك، دخلت الجنة وانتهى موضوعك. صحيح. وهذا الذي عذبك إذا تاب، أيوة. تاب الله عليه فتحقق فيه اسم التواب ودخل الجنة. تلاقي ما تاب فتقول العزيز مش انت اللي عذبتني، تبت يقول لك. أيوة. ولذلك يعجب الله من رجلين يتقاتلان، احدهما كافر، نعم. والثاني ايش؟ نعم. مؤمن. أيوة. سبحان الله. فيدخل المقتول وهو الشهيد الجنة، أيوة. فيسلم هذاك وقاتله يدخل الجنة، يلتقيان في الجنة. يا سلام. شوف من عجائب أيوة. أمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا أستشف أنا من هذه الآية، وإن كنت أنا مجرد يعني محاولة ليس أقل وليس أكثر، أن الله جل وعلا يريد أن ينقل إلى من بعدهم النموذج الفريد للتضحية من أجل العقيدة والدين. لأن هؤلاء لو انخذلوا معناه أنه سينقل أن هذه العقيدة ليست عقيدة بتلك، إنما ثبتوا على عقيدتهم حتى لو كان الأمر فيه أن يحرقوا في النار. لدرجة تلك المرأة التي خافت على وليدها وترددت، ثم أنطق الله عز وجل، شوف معجزة، أنطق الله هذا الطفل، قال لها يا أماه إنك على الحق، ادخلي. وهذا يدل وهكذا. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين عذبوا في الأخدود أن الله هو الذي ثبتهم، لا شك أن الله هو الذي ثبتهم وربط على قلوبهم إلى النار. من الذي يتحمل هذا؟ سبحان الله. نعم. والأم ترددت فأنطق الله الطفل رضيع، أنطقه الله. إذن هذه إشارة حتى الذين آخرين الذين دخلوا يعني من غير ما يكون في نطق لطفل أو شيء، هو الله عز وجل هو الذي ربط على قلوبهم وأعانهم في هذا. ففي بعض الروايات يقولون قبل أن يرموا سحبت أرواحهم، قبل أن يرموا يعني أثناء الرمي قبل أن يصلوا إلى النار المضرمة، أنا قرأت في التفسير سحبت أرواحهم وصعدت إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا أقول ألم ولا وقع ولا تألم ولا شيء. ومن هنا قال لك رب العزة والجلال العزيز الحميد. أيضا هناك إشارة فيما يتعلق بما ذكره الشيخ حسن أن الله عز وجل يعني هذه العزة والقوة التي منحهم إياها هي فرصة أصلا للمجرمين لأن يتوبوا، وإلا فإنه كما قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. فرعون وثمود ما سبب لو قلت لكم ما هو سبب ذكر قصة فرعون هنا وقصة ثمود؟ ما الإشارة؟ يعني كأن الله يقول أنني أستطيع وقادر على إهلاك هؤلاء الذين عذبوا المؤمنين كما أهلكت فرعون المجرم وثمود الذين حفروا الجبال بالواد. كأن الله يقول هل أتاك حديث الجنود. اسم العزيز عملت في السابقين وستعمل في اللاحقين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب هذا فيما يتعلق بالعزيز. أين فيما يتعلق بالحميد؟ فيما يتعلق بالحميد بأهل الإيمان، هؤلاء الذين قتلوا لا أنا أقصد في نفس السياق وسباق الآيات. لماذا قال الله عز وجل
يعني هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. قبلها قال سبحانه ما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن بطش ربك لشديد. أيوة إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. نعم. لماذا ذكر هنا الغفور الودود؟ ما الرابط في سياق هذه الآيات وسباقها؟ الغفور الودود يعني اسمين جميلين رحيمين يعني طيبين. غفور فيه شيء من الرغبة في الحصول على المغفرة، ودود يتودد ويتحبب إليك. يعني أرجوكم وضحوا لي هنا ما سبب مجيئه في هذا المكان. هو التوازن الذي نذكره دائما، أن الله جل وعلا لا يغلب جانبا على جانب أبدا. شوف لو تستعرض القرآن من أوله إلى آخره، الله جل وعلا لا يغلب جانب ويترك جانب آخر، إنما يأتيك بالجانبين. نحن كبني البشر لأنه تفكيرنا محدود وعقولنا ضعيفة، العاطفة تتملكنا، إما أن نبطش وإما أن نكون يعني عاطفيين بالقوة في اللحظة التي لكن الله عز وجل توازن. نعم. يذكر آيات البطش والإهلاك وفرعون وثمود والأخدود، هذه كلها يقول لك لا، أيضا المغفرة موجودة والود موجود. فالتوازن هذا سبحان الله. يعني كأنه هل الخطاب موجه لمن عذب أهل الأخدود، وكأن الله يقول لهم تعالوا ترى في فرصة للتوبة، ألم يوجه لهم ثم لم يتوبوا وهي على نفس السياق. وهنا قال لهم الغفور الودود. نعم. الله يعني الله عز وجل ما قفل الباب. ما قفل الباب. نعم. ممكن كان يقول إنه هؤلاء خلاص ملفهم انتهى. لا، يقول لك أنا لا. أو أن أولئك الذين ماتوا في سبيل الله وماتوا من أجل عقيدتهم أن الله يغفر ذنوبهم أيضا، وأنه سبحانه وتعالى يتودد إليهم، وأنه يودهم ويحبهم. كذلك هذا المعنى وارد أيضا في هؤلاء جدا. وهو في حق هؤلاء أوجب طبعا. أي لأن هؤلاء ضحوا بأرواحهم لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فبالتالي في حقهم أوجب. وهو في ذات الوقت من يدرك لطف الله سبحانه وتعالى. أنا أتكلم عن المؤمنين. يعني بعض الناس يعني يتخلله نوع من اليأس أن الله عز وجل لن يتوب عليه. إذا كان الله جل وعلا فتح باب التوبة لهؤلاء السفلة، لهؤلاء المجرمين، أفلا يفتحه سبحانه وتعالى وأنت تلهج بوحدانية الله جل وعلا؟ وهذا أيضا درس عظيم لنا نحن، أن أبواب التوبة مشرعة مفتوحة، وفي أي لحظة يعلن فيها المؤمن توبته إلى الله فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما. وحتى لا يظن أن الله ضعيف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال والله من ورائهم محيط. يعني أنا أتودد إليكم، أنا غفور، أنا ودود، لكن أيضا محيط بالكافرين. نعم. لكن هنا أيضا وفاء لهذا الغلام الذي قدم نفسه فداء لدينه وعقيدته، وهو يدرك بأنه إذا قتل وأشار إلى كيفية قتله بطريقة معينة ستدل على الله. كيف أنه قال للملك، وهو وقتها طبعا كان الملك يهيئه ليكون خليفة الساحر. نعم. الملك والملوك بشكل عام كانوا يستندون إلى فلسفة السحرة وكذا. فالغلام هذا سبحان الله كان يتردد على الساحر من جهة وعلى الراهب من جهة. قصته طبعا طويلة، لكن المهم في المسألة في النهاية قال له والله لست بقاتل حتى سبحان الله أدلك على الطريقة التي تقتلني بها. ويقال هذا الشاب كان عند هؤلاء الناس من أهل الإحسان، لأنه كان يمارس يقولون الطب، وكان يعالج الناس ويمر عليهم في بيوتهم وكذا، لكن ما كان الناس يعرفون دوافع الإحسان عنده. يعني إيش هذا الشخص الذي يأتي ويتودد للناس ويتقرب إليهم؟ عنده عقيدة، هذه العقيدة يريد أن يعلنها للناس كل هؤلاء، ولكن يعلنها بموته. لاحظ، فالداعي الذي يحدد لحظة كيف يموت وهو يدرك تماما بأن في موته نصرا للأمة الله وتمكينا للدين وإعزازا لأهل الإسلام، فإنه في هذه اللحظة يمكن ببساطة شديدة جدا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله.
فأنت موت في سبيل الله وما تدري ماذا يحدث الله بعدك. الله أكبر. تموت يا أخي، موت في سبيل الله. وكلهم ماذا قال؟ آمنا برب الغلام. أنت يهمك أن يغفر الله لك، يهمك أن تدخل الجنة وتسلم، فينطبق قوله تبارك وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب باقي هنا نقطة مهمة. ومعلش حقيقة هنا في موضوع الغلام، هو لما كان يمارس الطب كان يمارسه ممارسة عقدية. كان يخبرهم أنني أنا لا أشفي أحد، إنما الله الواحد هو الذي، فيتساءل من هو الله الواحد؟ يقول لهم ربي وربكم. أيوة، كان يدل عليهم حتى يقال أن أحد جلساء الملك كان ضريرا، أي نعم، فشفاه الله عز وجل على يد هذا الغلام وأسلم وقتله الملك. انظر، لكن الله عز وجل أراد أن يغير هذه الخارطة من خلال هذا الغلام الذي ينشر هذه العقيدة. فبالتالي لما أراد أن يقتله الملك وأعيته الحيلة، أرشده إلى الطريقة الصحيحة التي أرشده الله عز وجل إياها، فلما فعلها كان هذا سبب في دخول الموج العارم. إذن هذه السورة العظيمة سورة البروج أتت على كل التساؤلات التي في غزة فيما يتعلق بأن عاقبة هؤلاء حميدة، فيما يتعلق بأن الله عز وجل محيط بالكافرين، فيما يتعلق بأنه عزيز سبحانه وتعالى لا يغلب، فيما يتعلق ب يعني قصص السابقين الذين أهلكهم الله أو الذين أنعم الله عليهم. ومع ذلك أنا أريد أن أصل لنقطة، ومع ذلك إن فهمنا هذا كله فالحمد لله، وإن غابت عنا بعض الحكم فيأتي رد تبارك وتعالى فعال لما يريد. الله أكبر. نعم، فعال لما يريد، وليس لما تريدون أنتم أي نعم. أحسن الظن بربك واعرف أن الله عز وجل حكيم، وأن أقداره بالغة الحكمة، واتهم نفسك أنت الذي لم تفهم حكمة الله عز وجل، ومع ذلك حتى لو أنت لم تفهمها فقل الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك هذا منتهى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هنا العبودية. ولذلك العزيز الحكيم، العزيز الحميد، الأسماء هذه كلها تصلح فعلا أن تتنزل في هذه المواطن. صحيح. نعم. يا سلام، ما شبعنا والله من الكلام كثير. على كل حال الحميد وردت أيضا في القرآن الكريم من غير الاقتران بالعزيز، وردت في حوالي 7 آيات، ومنها قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، ومنه قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ومنه في لقمان لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ومنه في فاطر قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي الشورى قال سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وفي الحديد قال سبحانه الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وفي الممتحنة قال سبحانه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى. أشكركم على هذا الحوار الجميل وهذا اللقاء. جزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار حتى ألقاكم غدا إن شاء الله. هذا أخوكم برهان يحييكم. وإن أنسى فلا أنسى أن أشكر الشيخين الجليلين دكتور حسن سلمان والشيخ محمد بن عبد الله، والشكر موصول أيضا للكنترول، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.